انا متاكده ان انتوا هتقوموا حالا تحضروها، رهيبه يا جماعه. هنجيب كيسين من الجيلي اي طعم، هنحط على كل كيس منهم كوبايه ميه مغليه وهنقلبهم كويس جدا. هنجيب بقى صينيتين او علبتين تلاجة، هنمسحهم مسحه زيت بسيطه خالص ونحط فيها الجيلي وعلى طول على التلاجة. هنجيب بقى كيس جيلي تاني اي طعم، هنحط عليه برده كوبايه ميه مغليه وهنقلبهم كويس جدا، وهنشيله بقى على جنب شويه لحد لما يبرد خالص. هنطلع بقى الجيلي بتاعنا من التلاجة بالظبط كده حوالي بعد ساعتين، كان متماسك بالشكل ده. هنقطعه كله كده لمربعات صغيره. وطبعا مسحه الزيت البسيطه اللي انت مسحه بيها العلب او الصينيه بتساعد بقى ان الجيلي يطلع معاكي كله، مفيش ولا واحده لازقه في قلب الصينيه. هنجيب بقى الجيلي التاني اللي احنا دوبناه في كوبايه ميه مغليه واستنينا عليه لحد لما يبرد خالص. هنحط عليه نص كوبايه من الحليب المكثف المحلى، وهنحط عليهم كمان علبه من القشطه. ممكن نحط كمان مكان القشطه نص كوبايه من الكريم شانتيه، هنضربها كويس مع نص كوبايه ميه متلجه ومعلقتين من السكر البودره ونحطها مكان علبه القشطه. هنضرب بقى الحاجات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط او بالهاند بلندر، وهنجيب بقى الكاسات بتاعتنا ونحط فيها مكعبات الجيلي، وهننزل عليهم بقى بخليط الجيلي مع الحليب المكثف المحلى والقشطه. هنديلهم تقليبه، وهناخد الكاسات بتاعتنا دي وعلى التلاجة من ساعه ونص لساعتين. انا قعدتها بالظبط نص ساعه، كانت متماسكه جدا. قدموها بقى كده زي ما هي، الطعم بتاعها رهيب. حابين تزودوا على الوش بقى كده كريم شانتيه او صوص فراوله، في كل الاحوال يا جماعه خطيره، جربوها ومتاكده هتعجبكم جدا.